السلام عليكم. من اولها كده لو كنتوا بتحبوا النهايات السعيده والتبات والنبات والصبيان والبنات فالسحله دي مش علشانكم. تقدروا تعتبروا السحله اللي فاتت هي نهايه قصه جودر وكفى الله المؤمنين القتال. اما بقى لو كنتوا من جمعيه اصدقاء الواقع فتقدروا تعملوا فنجان قهوه وتيجوا انا جنة عادل ودي سحله نص الليل. بتكمل شهرزاد لشهريار ما كان من امر جودر المصري مع اسيا بنت الملك شمس الدوله، وازاي كان مناهم يدوم هناهم مدام شيليه عشان مدايم لوجه الله معروفه. بعد ما بدا الاثنين حياتهم بفرح لم تشهد الارض مثله من قبل وعاشوا في العسل بدل الشهر شهور، مات الملك شمس الدولة من غير ما يسيب وريث. نظريا كده الملك المفروض يروح لمين؟ جوز بنته جودر. وجودر طبعا زي ما احنا ملاحظين من اول الحكايه زيرو طموح. ملك ايه يا جماعه وقلب الدماغ ايه؟ ما انا مرتاح كده. بيتلم عليه فرسان المملكه وقضاتها ووزرائها. يا ابني ما يصحش كده، انت جوز الاميره، طب عيب على الخاتم اللي انت لابسه والجن اللي انت مسخرها، مش اولى تسخرها لخدمه الوطن؟ انت ما بتحبش بلدك ولا ايه يا جودر؟ بلدي يا بلدي، لا ما دام فيها بلدي بقى خلاص يا جماعه هقبل ابقى ملك والامر لله. وبيتولى جودر الملك في احتفال مهيب وبيامر ببناء جامع فوق قبر الملك شمس الدوله، وبيبص للحاره البسيطه اللي كان ساكن فيها هو وامه زمان، فبيأمر ببناء سبيل للميه وجامع كبير ومساكن لشباب الطبقه المتوسطه وبتتسمى حاره الجودريه. بالمناسبه القاهره فعلا فيها حاره اسمها حاره الجودريه في الدرب الاحمر، بس اكيد مش مبنيه على جودر بتاع الف ليله وليله. بيعيش الملك جودر بن عمر المصري والملكه اسيا بنت شمس الدوله في سعاده، وبيعين جودر اخواته الاثنين، واحد وزير ميمنه والتاني وزير ميسره، مع ان هم من اول الحكايه واضح جدا ان ايدنا منهم والارض فشله وملهمش في حاجه وملهمش امان، ومع ذلك اخواته برضو ما بيعجبهمش الكلام ده. يعني جودر هيبقى معاه المال والملك والسلطان والبنت الحلوه بتحبه وعفريت من الجن بيخدمه، واحنا نبقى يا دوب وزراء؟ اللي هو يا جماعه الدنيا اماره بجد. طب الراجل اتمرمط وراح اشتغل صياد وفتح كنز في المغرب واشتغل مراكبي وقعد سنه في السعوديه بيشتغل، مفيش حاجه جايله على المرتاح. ايه الاستحقاق ده كله بس يا حبايبي؟ في ليله مشؤومه بيقترح سالم على سلامه التالي، احنا نقتل جودر وانا ابقى ملك وانت تبقى رئيس وزراء، وناخد الخاتم وانت تاخد الخرم، ايه رايك؟ بيوافق سلامه الملعون على خطه سالم الملعون برضه، وبيستدرج الاثنين جودر عشان يتعشى معاهم. هو انت ما بتاكلش معانا ليه؟ هو انت الملك غيرك علينا ولا ايه؟ انت بقيت بتتكبر علينا، مع انه اخر مره اتعشى معاهم اتخدر واتشحن على السويس، بس واضح كده ان جودر مصر ما يستفدش من دروس الماضي خالص. بيروح المسكين يتعشى مع اخواته وبيتحط الاكل وجودر بياكل وهو مش مدي اخوانه، ومفيش لقمه والتانيه الا والسن بيفرتك احشائه. وبيموت جودر بن عمر المصري مسموم بعد حياه حافله بالرحلات والمغامرات مع الانس والجان. انا اسفه يا جماعه والله مش بايدي، هي القصه كده. وفي ساعتها بيهجم الاخين على جثه اخوهم علشان ياخدوا من صباعه الخاتم. سالم بيحس الخاتم مش راضي يطلع فبيقطع صباع جودر وياخد منه الخاتم ويلبسه. بيدعك سالم الخاتم فبيطلع منه الجني. شبيك لبيك عبدك، وايه ده في ايه؟ انت مين وفين جودر؟ من النهارده مفيش جودر، انا سيدك الجديد، واول امر ليك انك تقتل هذا الخاين المهزأ اللي اسمه سلام، وتاخد جثته وجثه جودر وتروح ترميهم في وسط مجلس الدوله بين الامراء والوزراء والقضاه. بينفذ الجني طلب سالم وبياخد الجثتين وبيرميهم فعلا في وسط مجلس الدوله، ويدخل سالم على الامراء والوزراء والقضاه دخله دراميه جدا. هو مساء الخير يا شباب، انا مش عايز حد يتوتر، جودر اخويا الله يرحمه كان اداني الخاتم بتاعه قبل ما يموت، وسلامه الخاين ده هو اللي سمه وقتله، وانا اول ما عرفت دعكت الخاتم وطلبت من الجن انه يقتله، فتقدروا كده تعتبروني ملككم الجديد، هتبايعوني خير وبركه. اي حد هيفكر يتمرد او يخوني هقتله زي ما قتلت سلام اخويا بالظبط، انا ما عنديش عزيز وموت يسمي الخيانه. طبعا الناس في مجلس الدوله قاعدين عطلانين مش عارفين يعملوا ايه، واضح ان في شخص مختل تماما وفي عفريت بيخدمه وقتل خلاص الملك، فبيبايعوه انه يبقى ملك جديد لمصر. بس الحقيقه سفاله سالم مش هتقف عند هنا، لانه بيقرر انه هيتجوز اسيا مرات اخوه قبل ما جودر يدفن. بيميل عليه قاضي القضاه ويقول له يا فندم ان هي عدتها لسه ما ابتدتش اصلا، الراجل جوزها لسه ما دفناهوش. بيقول له بقول لك ايه، بلا عده بلا كلام فاضي، ما بقاش سالم ابن ام سالم لو ما اتجوزتهاش الليله دي. بيروح الخدم بالاخبار المنيله للملكه اسيا، معلش يا فندم والله احنا اسفين بس هو سالم قتل جوزك وعايز يتجوزك الليله دي. فاسيا بتقول لهم انا موافقه، وانا في ديك الساعه لما اتجوز واحد قتل قتل جوزي، ما تزوقيني يا ماما اوام يا ماما. وفي الليل بيروح سالم لاسيا فبتستقبله باللين والابتسام والمغنى والمدام، وبيرفع سالم كاس الانتصار بعد ما حس ان هو خلاص كل اللي عايزه من الدنيا حصل. بس القوي في اللقوة منه لانه شفطه والتانيه وبيحس بالسم وهو بيجري في بدنه. اسيا طبعا لما عرفت باللي سالم عمله مع جودر ادركت ان المقاومه مش هتنفع والهروب مش هيشفع، ده معاه جني ممكن يجيبها لو في اخر الارض، فكده مفيش قدامها غير حل من اتنين، يا تموت نفسها يا اما تموته هو وتريح الناس من بلاويه. وقد كان، وبمجرد ما سالم مات خدت اسيا الخاتم من ايده، مش ده الخاتم اللي انتوا خاربين الدنيا عليه اهو، وراحت كسراه، وهاتولي الخرج ده كمان راحت مزعاه، وبلغت قاضي القضاء ان شوفوا لكم حد يبقى ملك عليكم من غير جن ولا عفاريت. وهي دي يا سي شهريار نهايه قصه جودر بن عمر المصري مع كنز الملك الشمردل. ايه رايك بقى؟ رايي ايه؟
مات، جودر مات بعد كل الرحلات والكنوز والعفاريت والمغامرات دي كلها، مات عادي كده. يعني انا مقدره رهافه قلبك كراجل قتال قتله وبقالك 3 سنين بتدبح في بنات البلد وصعبان عليك قوي فيكشنال كاركتر، بس في الاخر يا شهريار جودر كان عنده عيب قاتل. جودر كان متمسك بفكره حالمه جدا في دماغه، وهي ان الدم عمره ما يبقى ميه. وعلى قد ما الفكره دي وجيهه فعلا وبتنطبق على حالات كتير، بس هو ما كانش قادر يستوعب انها مش بتنطبق على حالته. وكل المعلومات اللي جات له طول حياته بتقول ان اخواته مش محل للثقه، وان الرباط الاخوه اللي بينهم وبين بعض ده هم مش بيحترموه، رفضها وتجاهلها تماما. فكانت النتيجه انه اتغدر بيه مره، في الثانيه، في الثالثه، في الرابعه، لحد ما في الاخر حياته نفسها انتهت. مفيش حاجه يا سي شهريار اخطر على البني ادم من دماغه ومن قناعاته، وخصوصا لو القناعات دي بتصطدم بالواقع وثابته على محلها وما بتتطورش. بس في الاول وفي الاخر ده رايي او راي شهرزاد. انتوا رايكم ايه؟ قولوا لي في الكومنتس. ولو عجبتكم السحله دي لايك، شير وسحلوا اصحابكم. وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.